الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه هيشتركوا. أهلا بكم في فيديو جديد، أهلا بكم خارج مصر وداخل مصر، برحب بالجميع. النهارده هعمل معاكم فيديو سهل جدا زي كل الفيديوهات اللي بعملها معاكم. عملت معاكم قبل كده البامية باللحمة طاجن، وعملتها كمان بامية مطبوخة باللحمة برضو بس بطريقة مختلفة، كان فيها شوية تكات وحركات كده. أنا النهارده هعملها بطريقة مبسطة جدا جدا لأي حد مبتدئ، لولاد الصغيرين اللي لسه هيدخلوا المطبخ، كمان لاخواتنا المغتربين وولادنا المغتربين لو اخدوا الطريقه دي هيعملوها بكل بساطه وكل سهوله، عشان كمان يطبخوا في البيت ما يشتروش حاجات من بره. النهارده هقول لكم على المكونات بسرعه. انا هعملها بالفراخ وانت اعمليها باي حاجه، هتعمليها باللحمه اعمليها، انا هعملها بالفراخ. معايا كده الفراخ اللي انا هشتغل بيها، معايا هنا بصله كبيره مبشوره، معايا كمان صلصه الطماطم مضروبه في الخلاط كويس ومعصوره، معايا هنا تومه، والليمونه دي هعصرها في الاخر على الباميه. لو انت عايزه تعملي الثوم بس او البصل بس ممكن، بس الطريقتين مع بعض الثوم والبصل حلوه جدا. وكده التوابل بتاعتي سهله وبسيطه جدا، كزبره ومعلقه سكر للصلصه وملح وفلفل اسود، والمفروض في بابريكا هستعوض عنها بمعلقه من الصلصه. عندي هنا الباميه مقطعها بالشكل ده، لو الباميه صغيره هتعمليها زي ما انت صحيحه كده من غير ما تقطعيها. انا الباميه كبيره شويه فقطعتها بالشكل ده. يلا بينا على البوتاجاز نروح نحمر البصله عشان نعمل صلصه الباميه، وكمان نسلق الفراخ. يلا بينا على البوتاجاز. كل حبايب قلبي الغاليين، انا جيت على البوتاجاز، رفعت حله على النار، حطيت فيها اي ماده دهنيه انت حباها، حطيت هنا سمنه، هنزل عليها بالبصله. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هنا شوحت الفراخ تشويحه كويسه جدا بتوابل وحاجات حطيتها فيها، وبسلقها هنا على الناحيه الثانيه. كده حمرت البصله نص تحميره، انزل بالثومه بالشكل ده. لو حابه تستكفي زي ما قلت لك بالبصله بس مفيش اي مانع، بس هنا الطعم مع بعض بيديني طعم حلو جدا الصراحه. يلا كل حبايبي ما تنسونيش في اللايك الحلو للفيديو، فعلوا لي كده الجرس وتحطوا لكم كومنت حلو من ايديكم. كده البصله والثومه معايا تمام، هنزل بصلصه الطماطم وهنزل بمعلقه من السكر وجزء صغير من التوابل، واخلي باقي التوابل للاخر عشان تديني طعم حلو. وكده معلقه من الصلصه مكان البابريكا اللي انا قلت لكم عليها. لو عندك بابريكا خلاص ممكن تستغني خالص عن الصلصه. بس كده تمام، اسيبها لما تغلي وارجع نحط مع بعض الباميه. في كده كل حبايبي ان الصلصه معايا غلت تمام جدا، هنزل عليها بالباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمونه اللي انا هحطها في الباميه، هقلب الباميه كويس. طبعا هحط لها من شوربه الفراخ شويه، بس هخليها تغلي الغلوه الاولى دي عشان تديني طعم حلو قوي مع الباميه. مش هحط اي توابل ولا اي حاجه دلوقتي، هستنى عليها بس شويه لما تاخد غلوتين واحط لها الشوربه وارجع بحط معاكم التوابل. كده كل حبايبي انا الباميه بتاعتي خلاص تقريبا كده استوت. هنزل بالتوابل والملح عليها، وكمان هعصر تمام. اقلبها كويس، شايفين جمالها حلوه خالص كده تمام خالص. عملت كمان جنبها حبه من الرز كده. هحط الفراخ هنا هدهنها بصلصه وشويه توابل واحطها تحت الشوايه ان شاء الله تتحمر وارجع لكم تاني. وبكده انا خلصت الباميه بتاعتي بالشكل الجميل ده، سهله وبسيطه واي حد ممكن يدخل المطبخ يعملها بطريقه سهله جدا. وكمان عملت الفراخ تحت الشوايه بصوص طماطم وحبه من الرز. وكده الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه السهله البسيطه دي، لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.